تابعنا في الفترة الأخيرة تقارير رسمية وشبه رسمية من أكثر من طرف بتتحدث إن ممكن يكون في حل قريب للأزمة، وده حاجة والله أسعدتنا جدا في العلاقات الرسمية بين الجزائر والمغرب. الناس كلها بتقعد تصفي أمورها مع بعض، السعودية قعدت تصفي أمورها مع إيران، فيعني اشمعنى المغرب والجزائر؟ لكن عم جيت تبون في واحد من اللقاءات التلفزية الأسبوع الفائت قفل الباب نهائيا في هذا الكلام، وقال ان العلاقات مع المغرب وصلت لنقطة اللا عودة، مؤكدا على استبعاد التطبيع بين البلدين وانهاء القطيعة المستمرة والكاملة من سنة ونص. هذا الشيء اللي وصلنا له يا جارين. ثانيا الانسان يستخلص العبرة في 60 سنة استقلال، الحدود مغلوقة منذ 43 سنة، فيه أكثر من دلالة وأكثر من جواب على السؤال تاعك. كل حال وصلنا تقريبا نقطة لا رجوع. الحدود مقفولة من 43 سنة. تبون بيعرب عن أسفه الشديد لوصول علاقة بين البلدين إلى المستوى ده، لكنه بيزعم أن الجزائر في تلك الأزمة في خانة رد الفعل وعمرها ما كانت البادئ في الخلاف. ده كلام تبون وده بختلف معاه تماما، لأن السبب موزع بالتوازي والتساوي على الطرفين بدون أي تمييز. النظام العسكري في الجزائر طوال السنين الفائتة جزء لا يتجزأ من هذا الصراع، والملك وسياسته في المغرب ليس بريئا من هذا النزاع على الإطلاق. وحكاية انه يعرب عن أسفه دي اللي هو يعني انت رئيس الدولة، المفروض يعني انك رئيس الدولة، المفروض ان انت اللي بتحكم مش العسكر، فانت في ايديك ان الامور تتحل المفروض يعني وتوصلوا لاتفاق. لما انت تعرب عن اسفك، امال انا اعرب عن ايه؟ يعني انا اعرب عن ايه؟ الشعب يعرب عن ايه؟ وانت هتقعد تتاسف جنب ده؟ ما يعني حقيقه اسفه في مع جمله اللا عوده غير منطقيه بالمره، الاثنين ما يندمجوش مع بعض، تناقض كامل في الثلاث اربع كلمات اللي قالهم بهذا الخصوص. تحس ان في طرف ثالث له خفي مثلا هو السبب في الازمه. تبون نتكلم في هذا اللقاء عن علاقه الجزائر واسبانيا ودور رئيس الوزراء الاسباني في بعض القرارات اللي اخذتها اسبانيا بخصوص الملف المغربي الجزائري. اسبانيا كان من المفروض تقعد في الحياد، وهذاك هو الشأن، ولكن حازت الى المغرب في موضوع الصحراء الغربيه. ماشي انحازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤوليه تاعها، وكانت تصرفات سريه، لان كنت استقبلت انا الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونصف، فتحوا ملك المغرب واللي قرا رساله، حتى الوزراء تاعو ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خذاه الملك نتاعو، ما على بالوش، البرلمان الاسباني ما كانش على باله. طبعا هو هنا بيتحدث عن القرار اللي خدته اسبانيا في شهر مارس اللي فات، يعني من سنه، بخصوص الصحراء الغربيه المتنازع عليها بين الجارتين. اسبانيا وقتها اعلنت للمره الاولى دعمها للموقف المغربي من الصحراء. التصريح ده عمل ازمه كبيره وقتها وتابعناه، وخلى الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد. لما اسبانيا اعلنت للمره الاولى مارس 22 دعمها لموقف المغرب بشان قضيه الصحراء الغربيه، فالجزائر على الفور استدعت السفير في مدريد. شوف انت مثلا في هذا المفارقات، يعني وكاننا يعني اتنين اشقاء واخوات يعني مستنيين رأي الغرب في قضيتهم. الكلمة العليا لا لأسبانيا ولا لفرنسا ولا لأي حاجة. اسبانيا احتلت وفرنسا احتلت ونهبوا خيرات البلاد وخيرها يعني مهم. غضب مغربي طبعا من تصريحات تبون، خاصة بتاعت ردة الفعل، ان احنا بس ردة فعل. الشعبين انا باكد لك ما لهمش دعوه. انا بتحدث على الخلاف الرسمي. المغرب في الوضع الرسمي حتى لو ظاهريا بتاخد خطوه تجاه الجزائر، الحق يتقال، الجزائر هي اللي قافله الباب. الشعب بيتحدث كده يعني بعد ما تحديث تبون، الناس في المغرب يقول لك الملك في الخطاب الاخير دعا لعوده العلاقات بين البلدين وطي صفحه الماضي.
محمد السادس يدعو للجزائر لإقامة علاقات طبيعية في عيد العرش. المؤسف هنا بقى، المؤسف بتاعتنا احنا بقى، مش المؤسف بتاع التبون. يعني احنا يحق لنا ان احنا نقول مؤسف. تشوف ردود افعال النظام الجزائري تجاه فرنسا مقارنه بردود افعالها مع المغرب. يعني تشوف كلام تبون عن فرنسا وتشوف كلامه عن المغرب، يعني تلاقي الكلام عن فرنسا احسن عن المغرب بكتير. فرنسا يعني مش محتاجه اقول لك عملت ايه في الجزائر والملايين اللي ماتوا والتجارب النوويه اللي عملتها، يعني مش احتلال عادي، يعني مش احتلال عادي. شوف الشكل والتصريحات ضدها تكون مايعه. لا، الكلام عن المغرب حاد وشرب وعنيف جدا. شوف تبون قال ايه علاقات على فرنسا مع فرنسا بعد ازمه الصحفيه الاخيره وسحب السفير الجزائري من باريس. شوف يا عم الطريقه. علاقتنا دائما فيها دبدبات فوق وتحت. فوق وتحت، معروف يعني نظرا للماضي الأليم اللي عشناه مع بعض. عشنا 132 سنة مع بعض، كان فيه يعني الأمور سيئة جدا. والذاكرة احنا شعب يخاف من التاريخ ويسجل كل خطواته في التاريخ، وما نتخلاش على تاريخنا، ما نتخلاش على الذاكرة نتاعنا. السفير حتى لا يرجع لأن في عندنا جالية وعندنا يعني قريبا سيعود السفير. القنصلي لازم يقوموا به، ولازم ان شاء الله ان شاء الله مش مستبعد. علاقتنا دائما فيها دبدبات، يوم فوق ويوم تحت نظرا للماضي الأليم. السفير هيرجع لأن عندنا جالية، سيعود السفير إن شاء الله، مش مستبعد. طبعا حضرتك بزعم إنك أنا هنا في موقف ليس دفاعا عن موقف المغرب الرسمي في الأزمة نهائيا. قلت لك ده بكل الوضوح. قلت لك موقفنا معروف تماما بخصوص تلك الأزمة السياسية. موقفنا زي أي جزائري أو مغربي تسأله عن الموضوع يقول لك الأزمة بين الرؤوس والشعوب ملهاش دعوة. ملهاش دعوة بالخناقة. الشعب خناقته الحقيقية مع المحتل، أيا كان المحتل اللي بيتحكم في المغرب أو الجزائر. ده مشكلته. وحقيقة كان في ناس اتكلمت يعني من هذا الموقف. ما هو في لجان برضه الكترونيه مغربيه ولجان الكترونيه جزائريه، في برضه لجان شغاله تبع العسكر ولجان شغاله تبع الملك. فده يقول لك الجزائر بتقبضه وده يقول لك المغرب بتقبضه. يا جماعه اللي يعرف اللي بيقبضنا يدلنا عليه، يعني تبين على من ادعى. ما تبقوش زي اللجان المصريه، يعني خليكم متطورين شويه، تكونوا مثقفين شويه على اللجان المصريه واللجان الخارجيه. اللي بيعرف اللي قبضنا يدلنا عليه. مهم، وصلنا مع المغرب لمرحله اللا عوده والابواب مواربه لفرنسا. فلازم يعني لازم الواحد يتضايق حقيقه من كلام تبون. شوف مبررات، خد بالك من تبرير تبون لعوده السفير الجزائري كانت ايه. السفير حتى لا يرجع لان في عندنا جاليه وعندنا يعني قريبا سيعود السفير. القنصلي لازم يقوموا به، ولازم ان شاء الله مش مستبعد. عندنا جاليه في فرنسا، فلازم نرجع السفير والقنصل مثلا، على اساس المغرب ما فيهاش جزائريين يعني، او العكس. ده الناس بتقف على الحدود قرايب واخوات ومن عيله واحده ومش عارفين يعدوا يسلموا على بعض. تقول لي عندنا جاليه؟ جماعه اتحاد افريقي وجامعه عربيه وتعاون اسلامي واتحاد مغربي وغيرها من التعاونات، والناس تتبهدل بهذا الشكل. هي مسافره من هنا لهنا وتروح لدوله تانية زي فرنسا واسبانيا عشان ممنوع يسافروا مباشره. تقول السفير يرجع اصل عندنا جاليه؟ والله قمه في التناقض. مكالمه تليفون اتحلت الحكايه بين الجزائر وفرنسا اول امس بعد مكالمه هاتفيه بين ماكرون وتبون. الرئاسه الفرنسيه سفير الجزائر يعود لباريس خلال الايام المقبله. عاده الامور بتتحل في يوم وليله اهو مع فرنسا، مع المستعمر يعني، مش مع المغرب الجاره والشقيقه. والامور بتمشي سالكه مع اسبانيا مش مع الجزائر الشقيقه. ايه يا عم التناقضات دي؟ اللي ضحكني حقيقه بقى ضحك كالبكاء في تصريحات تبون كلامه عن الوساطه. بصراحه اختم لك بهذه الجمله بقى لاني تعبت. تبون بيتحدث عن دور الجزائر كوسيط في حل النزاعات الدوليه. قال كده والله قال كده.
الجزائر من الدول القلائل التي تستطيع أن تتدخل وتصبح وسيط في النزاعات الدولية. ده تبون اللي لسه بيقول من ثواني ان العلاقات وصلت بينه وبين الجار المغرب لنقطة اللا عودة. ما بين الدول القلائل اللي عندهم المصداقيه الكافيه اللي تخليهم وسيط، الجزائر تكون وسيط في كثير من النزاعات، حتى النزاعات اللي ماهيش في افريقيا في القاره نتاعنا. ولا نتمنى باش الطرفين يكونوا قابلين الوساطه. احنا حاولنا وساطه على راس وفد عربي، الجزائر بصفتها تترأس الجامعه العربيه. تبون اللي بيرفض اي وساطة مع المغرب، اي وساطة مع المغرب. ها يعني انا مش فاهم. في مصر بنقول كان نفع نفسه. بما انك يعني مؤهل انك تكون في وساطة الازمات الدولية، مستعد للوساطة في ازمات اعقد واعمق من الازمة المغربية الجزائرية زي الحرب الروسية الاوكرانية، مستعد تدلي بدلوك فيها وتكون وسيط، وانت مش عارف تحل مشاكلك مع جارك وشريكك في التاريخ واللغة والدين والثقافة. تناقض غريب وعجيب الحقيقة. تابعنا في الفترة الأخيرة تقارير رسمية وشبه رسمية من أكثر من طرف بتتحدث أن ممكن يكون في حل قريب للأزمة، وده حاجة والله أسعدتنا جدا في العلاقات الرسمية بين الجزائر والمغرب. الناس كلها بتقعد تصفي أمورها مع بعض، السعودية قعدت تصفي أمورها مع إيران، فيعني اشمعنى المغرب والجزائر؟ لكن عم جيت تبون في واحد من اللقاءات التلفزية الأسبوع الفائت قفل الباب نهائيا في هذا الكلام، وقال أن العلاقات مع المغرب وصلت لنقطة اللا عودة، مؤكدا على استبعاد التطبيع بين البلدين وإنهاء القطيعة المستمرة والكاملة من سنة ونص. هذا الشيء اللي وصلنا له يا جارين. ثانيا الإنسان يستخلص العبرة في 60 سنة استقلال، الحدود مغلوقة منذ 43 سنة، فيه أكثر من دلالة وأكثر من جواب على السؤال تاعك. كل حال وصلنا تقريبا نقطة لا رجوع. الحدود مقفولة من 43 سنة. تبون بيعرب عن أسفه الشديد لوصول علاقة بين البلدين إلى المستوى ده، لكنه بيزعم أن الجزائر في تلك الأزمة في خانة رد الفعل وعمرها ما كانت البادئ في الخلاف. ده كلام تبون وده بختلف معاه تماما.